بصوا انا هبقى بجرب معاكم التريكات دي وانا بدعي من كل قلبي انها تنجح، لان بجد شكلها خطير والريزلت بتاعتها شكلها حلو قوي وعجبني قوي. اللي محلي الموضوع ان التريكات كلها معموله بايلاينر، فيلا بينا نجربها سوا. بصوا انا هحط المرايه قصادي عشان خاطر يعني يبقى اسهل بالنسبه لي، وهجيب الايلاينر بتاع معروف، شفتوني بستخدمه 5000 مره. ويلا بينا نجرب. هي ابتدت ترسم الايلاينر على خط الرموش كده، عملت حاجه اسمها تايت لايننج، اللي هو باختصار احنا بنغمق الجذور بتاعه الرموش عشان تبان انها اتقل. طبعا كالعاده خبطت نفسي في عيني، احمرت. اتمنى ان الكاميرا تكون مبينه لكم الفرق. بصوا هنا الجدر بتاع الرمش عشان اغمق فباينه ان هي اتقل سيكه. بعد كده هي حرفيا قلبت القلم وراحت شاده خط ايلاينر كده. طبعا مش عارفه اعمله زي ما هي عملته، بس انا هعمله بطريقتي العاديه. هروح من اخر الرمش خالص، هروح سحبه ايلاينر كده. وبس كده، ده الفرق ما بين الناحيتين. هي حلوه والريزلت بتاعتها حلوه، بس هي محتاجه شويه تمرين، نمشي ايدنا عليها شويه عشان ما نديش لنفسنا بوكس زي ما انا عملت كده ويبقى النتيجه ان هي حلوه بس هي حمراء. اللي هو كويس ان انا ما لبستش لينز وهو بعمل التريكات دي، كان زمان بهدلت الدنيا. فجربوها واحسن رايكم تحت في الكومنتس.